عن عمر ناهز 70 عاما وبعد صراع طويل مع المرض غيب الموت اليوم الفنان الكويتي الخليجي الكبير صالح الحريبي، أحد أشهر الأصوات الغنائية التي برزت خلال ستينيات القرن الماضي. يعد الحريبي المولود في 18 من مارس عام 1945 علما من أعلام الفن في كل المنطقة، وأحد رواد الأغنية الكويتية، فهو من وضع حجر الأساس في تاريخ الفن الكويتي. وكانت أغنية برق تلألأ نقطة تحول كبيرة في تجربته الفنية. بدأ الحريبي مشواره مع الأغنية في مطلع الستينيات من القرن الماضي، وكانت له بصمات مهمة في صناعتها نظرا لاقترابه من دائرة الضوء، إذ كان يعمل موظفا في وزارة الإعلام. حافظ الحريبي على الأعمال النادرة للتراث الكويتي، حيث كانت لديه خامة صوت جميلة وقدرة على التلوين، ومتمكن بسهولة ونعومة في انتقاله بين المقامات الغنائية المتنوعة. وقدم الفنان الراحل المقامات العربية والشرقية لكبار الفنانين العرب، بينهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، كما غنى الطرب العراقي واللبناني، وظهر في مسلسل ضرب الزلق في أغنية على بلد المحبوب والديني. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد أرسل الفنان الراحل للعلاج في الخارج عام 2010، وحرص عدد كبير من المسؤولين في الدولة على استقباله والاحتفاء به عند عودته من رحلة العلاج، وأقامت له احتفالية خاصة في جمعية الصحفيين الكويتية.